بيتكلموا على ولادنا ذوي الهمم، بس ما بيقدروش يلبسوا كل ولد من اولادنا ذوي الهمم شاطر في ايه؟ على الرغم ان مع الدمج التعليمي وصلوا للجامعات وكمان وصلوا بيعملوا ماجستير ودكتوراه والقادرين كل القدره على العمل. بنتي وصاحبتي وصديقتي واللي ما بتسيبنيش طول الوقت من تقريبا 5 6 سنين، وتقريبا اول واحده اشتركت معانا في المؤتمر ودخلت وقالت محمد انا لازم ابقى معاك في المؤتمر، محمد انا عايزه ابقى معاك. فقلت لها عليا حاضر، المكان مكانك والمؤتمر مؤتمرك. فتحيه كبيره قوي لبنتي واختي وصاحبتي الدكتوره حنان هشام. حنان هشام ليسانس اداب قسم علم نفس، وعامله ماجستير في الصحه النفسيه، وعامله كمان مجموعه دبلومات ودورات في مجالات كثيره جدا. حضرت معانا مؤتمرات كبيره جدا وموجود ليها محاضرات، انا مش هسميها مشاركات ولا ابحاث، لا، محاضرات في الصحه النفسيه وفي الارشاد الاسري وفي دعم الطفوله وابداع الطفوله. فالنهارده حنان معانا هتقول لنا ازاي نكتشف ابداع الطفوله لاولادنا ذوي الهمم. اهلا بيك يا حنان. أنا اسمي حنان هشام، أنا خريجة آداب علم نفس 2015. أنا حضرت مؤتمرات كتيرة مع أستاذ محمد، وطبعا بشكره على اللي هو بيجيب لي مؤتمرات، وكل المؤتمرات بصراحة يعني جميلة جدا. وأنا أرجوكم إزاي تكتشفوا المبدعين أو الأطفال المبدعين. كل أم في أي حتة أكيد ليها عندها أطفال زي الهمم وليهم مواهب. فالمواهب دي لازم تكتشف، لازم يعني إيه تكتشفوها، عشان أكيد الموهبة دي لما بتطلع بره أكيد مفيدة للطفل ومفيدة ليكوا انتوا ومفيدة ليهم، الطفل والأم شخصيا. فبجد الموهبتين دول لازم يعني انتوا لازم تكتشفوها. ممكن يكونوا موهوبين في رسم، ممكن يكونوا موهوبين في قراءة، وكل طفل ليه موهبة خاصة، مش كلهم زي بعض. ممكن يكون الأخ يبقى ليه موهبة مثلا في الرسم، الأخ التاني ليه موهبة في الموسيقى، فكل واحد أكيد ليه موهبة. واي حد يكون ليه دي احتياجات خاصه وعنده موهبه، ده شرف ليه وشرف لاسرته وشرف ليه نفسه هو. فبجد اكتشفوا اولادكم عشان تعرفوا الموهبه دي ايه بجد يعني، وده شرف لنفسه هو لما يعرف كده ويطلع ويتكرم في دوله في قدام رئيس. ده بيبقى شرف ليه وبيديله دعم ان هو يكمل. وما تجبروش اولادكم اللي هو يخش الكليه اللي هو عايزها واللي هو بيحبها. بس بجد يعني اي حاجه خاصه ده شرف لاهله، لا ليه هو كمان يعني هو ليه بقى بصراحه كده في فجوه في التربيه ما بين الابناء والاباء؟ في التربيه عشان الام والاب لازم اولا اسمعوا ولادكم كويس قوي واحتويهم واعرفوا ان هم عندهم موهبه مش عندهم صراحه، وخصوصا زي احنا بس بجد اسمعوا ولادكم. اهم حاجه يمكن بقى ولادكم من تحت لغايه حسن او ولادكم كويسين، اسمعوا ولادكم عشان لما تسمعوا ولادكم هتعرفوا فيهم ايه وبيحسوا بايه، واهتموا بيهم واحتووهم وحضنوهم وخليهم هم بجد يعني يسندوهم عشان دول نعمة في حياتهم. عايزك تكلميني بقى عن دور الأسرة الكبيرة في التربية وأحب شخصية ليكي بعد بابا وماما. دور الأهل في التربية دورهم كبير جدا، يعني هم الأساس في التربية عشان ودورهم كنت وربيت ولادكم صح مش هيطلعوا بره، مش هيخرجوا السوشيال ميديا باللي احنا بنشوفه ده كله يعني. فانتوا احتووا ولادكم عشان
ما يدعوش انتوا وما يطلعوش بره ويلاقوا حنيه من حد بره بس. اخبار الدنيا خالو يعني بقالنا كتير قوي ما سمعناش اسم خالو في المؤتمرات ولا على السوشيال لا خالو ده هو الحب الاول والاخير بيوزع على العيله كلها يعني خالو ده حبيبي وعيلتي طول عمره حلو وهو داعم وهو حنين وهو كل حاجه. قولي له ايه طيب النهارده؟ قول له انا بحبك قوي يا خالو احلى خالو في الدنيا. والدكتوره حنان بقى بتتعب جدا عشان تجيب بس. لا بس يا حنان ربنا يخليها ويخلي الدنيا كلها بس خالو ده حاجه خاصه يعني ده الحب الاول والاخير. وعامله ايه مع اخواتك بقى في البيت؟ بتربيهم برضه ولا هم اللي بيربوهم؟ لا انا اخواتي هم متربيين بطريقه انا ربنا كلنا. بصوا هو احنا سألنا الحاجات بس الاول بصوا الكلام ازاي يعني احنا من خلال الاعلام والمؤتمرات ساعات بنبقى شركاء في الاسره. فالدكتوره حنان سيد ربنا يبارك لها ومامة حنان تقريبا الاستاذ حسين بيحبوهم قوي فسمى بنته على اسم مراته. الاستاذ حسين شخصيه ولا اروع من كده. مشكلته الوحيده معايا ان هو زملكاوي وساعات بيخش يعلق هو مش مشكلته زملكاوي بس هو حد عنده زملكاوي ساعات بيخش يعلق عندي على الفيسبوك تعليقات صعبه قوي فبسيبها له برضه الوحيد اللي ما بحذفلوش تعليقات. بس انا بحبك في الله وبحب اختي الدكتوره حنان سيد في الله ربنا يبارك لكم وحنان وادهم واخواتها كلهم اصدقائنا وكلنا عيش وملح مع بعض. انا ممكن استاذنك اقدم هديه بسيطه ده انت تاخدي حنان كلها. اتفضلي. هديه بسيطه؟ لا بسيطه دي اكبر هديه اصلا. ايوه هي اكبر هديه والله. لا حنان تستاهل كل الخير. حنان عامله برنامج على السوشيال ميديا اسمه مع حنان. الله انا ليا فيديوهات كتيره قوي على التيك توك وعامله ليها وليا قناه عند الاستاذ محمد اسمها او برنامج اسمه برنامج مع حنان صح؟ برنامج مع حنان منزلين لي الكلمه بتاعتي وليا انا اصلا فيديوهات على التيك توك كتيره قوي ونصائح كتيره للاطفال والعرفات والاصدقاء وكل حاجه. انا اصلا خريجه علم نفس فانا بجد بحب علم نفس عشان انا بخاف في الدنيا وانا حباها لان بجد مفيش حد في الكون ده كله ما يحتاجش علم نفس. ونصيحه النصيحه روح للاخصائيين النفسيين حتى لو انتوا يعني مفيش حاجه اسمها عيب زي ما بتروح للدكاتره بجد النفسيه اهم من الدكاتره اهم من الطب بجد. انت نفسيتك كويسه سواء انت بقى ككبار كاطفال لو نفسيتكم كويسه هتعملوا اللي انتوا عايزينه وهتحبوا المجال. لو دخلت فعلا على برنامج مع حنان هو قنوات اليوتيوب يعني لما بلاقي قناه فضائيه مثلا عليها 20 30 برنامج فالقناه بتعمل بيسموه بارتيشن لكل برنامج. فده احنا بنعتبره قناه جوه القناه. فاحنا عاملين بارتيشن لحنان برنامج مع حنان فانت ممكن نبعت لينك البارتيشن كله هتستفيدوا منها حاجه كبيره. احنا صورنا 5 6 مرات في البيت عندها اخدنا كرسي ولوكيشن حلو قوي وكنا محضرين اعداد قوي وهي شاطره جدا اصلا وبابا بيدعم وهو بيدعم وخاله بيدعم وحنان انا اخر واحد بيدعم. يعني انا كنت الدعم كنت عايز اعمل بلوك بس في رساله انا سمعتها النهارده الصبح عشان كده انا فضيت لها المنصه لان ما اقدرش اطلب طلب لحنان. انا عايزه اقعد معاك على المنصه زي كل مره. وحنان لحد دلوقتي انا موعدها انها تبقى رئيس مؤتمر معايا لذوي الهمم بس تقريبا لسه الوقت ما جاش. يعني انا من سنه كان نفسي اسمي يتحط باسم الدكتوره دينا الشافعي والحمد لله النهارده اتحقق. ممكن بعد شهر ولا شهرين تبقى دينا هي رئيس المؤتمر وانا المنسق العام للمؤتمر. انا في الحاجات دي فير جدا ما عنديش اي مشاكل نفسيه مين يبقى اعلى من مين لا عادي المهم الرساله توصل. فانا موعد حنان انت هيبقى ليها مؤتمر خاص زي ما شفنا شهادات التقديم في الاول في مهرجان اسمه زي كل الناس وده خاص بالسبيشال نيدز. فان شاء الله الدوره الجايه لو لقيتوا برنامج زي كل الناس
المهرجان زي كل الناس، هتبقى حنان هشام هي رئيس المؤتمر، وهي اللي هتختار كمان الضيوف من خلال صفحتها. شكرا ليك يا حنان، نورتيني وشرفتيني.